اخواتي ازيكم عاملين ايه؟ بصوا، ده اول فيديو على القناه وانا مش عايز اطول عليكم في المقدمه، بس طبعا في منكم اللي يعرفني من زمان وفي اللي لسه ما يعرفنيش. كان عندي قنوات كتيره ومش على اليوتيوب بس طبعا كل الكلام ده اتقفل، وان شاء الله احكي لكم ايه اللي حصل بالظبط وانا بطلت ليه فتره ورجعت تاني. بس طبعا انا ببدا من الاول، يعني محتاج منكم شويه دعم. قبل ما تتفرج يا ريت تنزل تعمل لايك الجميل والسبسكرايب، واسيبك بقى مع الفيديو. معروفة في رانجل يا جدعان، تموت في الموت تنزل على طول العماية. يا سلام بقى لو لقيت واحد ملوت جاهز. عامة دي احسن حاجة تعملها لو انت لسه نازل، شوف لك واحد ملوت جاهز وخد اللوت. يا اخوانا الدخنة دي دايما اللي فوق هيجيبك لو انت تحت، حاول تخليك انت دايما اللي فوق. لسه لعب العماير ده زي ما هو، كمبرة اوفر بصراحة. مفيش اسهل من ان انت تلعب زيهم، الا لو انت لعيب قوي بقى هتعرف تبش على 2 3 توقعهم. اخيرا الاتنين اللي مكمبرين فوق قرروا ينزلوا. واقف لي كده ليه؟ ده مش بقى على الدنيا انت. بس انا عرفت ايه اللي كان مقوي قلبه. نغير بقى الماب شويه. بصوا الايام دي الندات اهم من الاسلحه اصلا، فانت لازم تبقى عامل حسابك في 3 4 ندات كده. خلينا متفقين انها ده شملته وانا اديته طلقه واحده بس. يا اخوانا الزحمه دي، هو التاني ده جه منين يا جدعان؟ في ناس كتير حواليا بس ولا واحد منهم اوبن. ما تتفنش يا اسطى، خليك جدع. انت قافش في الحياه بايديك واسنانك ليه كده؟ ده ايه العسل ده؟ اسمها سلمى اوف. في بقى فن لازم تتعلمه اسمه التدخل في الوقت المناسب. احلى كلات يا ابو عم. شفت بقى ان كلامي دهب. قلبه جايبه قوي ده. ايه الكلات اللي بتجري دي؟ يا جدعان نفسي اعرف العيال دي بتبقى فين. انت ايه اللي موقفك هنا كده يا صاحبي؟ هبوش بقى على البيت الكبير. انت لازم تتفنش بالسكينه على الخضه دي. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا اخي. لا هتقعدوا تتنططوا لي بقى كتير. يا اسطى ما انا سامعك وانت بتهلس. طب نط من الشباك، طيب اعمل اي حاجه. ايه اللي موافق كده يا رايق؟ ايه شجره الموز اللي دخلت علينا دي؟ ده المفروض ان هو جاي يريفك يعني، عشان صاحبك ما يزعلش بس ان هو نوك لوحده. يا راجل يعني انت مستخبي هنا كل ده وانا بدور عليك؟ ايوه كده دمجوني. يا رب بس ما يجريش في الاخر، ولا اقول لك هجري انا. شكله عارف انه متدمج وهيبش عليا. اللي زي ده لازم تبلكه على طول، يعني حاول تدمجه مثلا او احذف اي حاجه تعطله زي ما انا عملت كده. شكلك مصمم يا اسطى. خلاص ههلس واجيلك. ايه اللي هو بيعمله ده؟ العيال العشوائيه دي تقلق منها. الحركه اللي عمرها ما فشلت. هفتح نيد واكنسلها. يا ابني رجلك وجعتك من كتر اللف. هتطلع ولا مش طالع في يومك ده؟
يعني بعد كل ده طالع ومديني قفاك. بص طول ما فوق في عدد في الخريطه وانت مش عارف هم فين هتلاقيهم هنا. انا كنت طالع عارف ان مفيش حد بس مخوم برضه. خدت طلقه، اخد طلقتين شوت جن قسما بالله. ازاي ما وقعش؟ ازاي واخد طلقتين شوت يعني جن؟ انت في الاول قلت طلقه وبعد كده خليتهم طلقتين واقسمت بالله. انا هسيب الناس هي اللي ترد عليك بقى. يلا فين باقي السكواد؟ اهم جم اهم. خلي نداتك على طول في ايدك. لو ما وقعتوش هتدمجوا، بالذات لو انت بتلعب سولو الطلقه بتفرق. بص في مواقف كده ما ينفعش تهلس فيها اول ما تتدمج. خليك ماسك السلاح واول ما تلاقي الدنيا امان يبقى هلس عادي. ما تغلطش بقى الغلطه دي وتطلع تحدف الند وانت قلت صاحبه دلوقتي زمانه اتخض. بش عليه على طول. في الاخر الفايت ما كملش، وانا لما لقيت الزون جت قلت ادخل الزون احسن. تعالوا بقى نلعب مع الرجاله دي شويه. لسه ما فرحتش بالنكايه جاني الرد على طول. بس دايما تبقى حاطط في دماغك ان النك ده معاه حد، ما تروحش زي الحمار المتهور كده. فهنهلس الاول واستنى اشوف ايه اللي هيحصل. واضح كده انهم بيلعبوا. مضطر اهلس تاني، مش هينفع ابش على طول. انا اتخنقت منكم من البعيد ده. فعل التلات تسعات بقى. ختمت لكم الفيديو ب 1 اتش بي اهو. وكالعاده لو كملت للاخر يبقى انت من الناس اللي متابعيني من زمان. انزل اعمل كومنت وعرفني ان انت وصلت للاخر. اشوفكم في فيديو جديد وسلام.